سلام بنات، كي راكم؟ ان شاء الله راكم كامل بخير. نتوما تشوفوا هذا الفيديو بصحه وعافيه ان شاء الله. كما راكم تشوفوا في العنوان يعني جبت لكم خبز العيد الفارغ من الداخل، يعني الساندويتشات اللحم ولا التغماس كما نقولوا بزلوف دواره راكم عارفين. وبمناسبه العيد الكبير نقول لكم عواشركم مبروك ان شاء الله. الوغ نروحوا للوصفه تاعنا. هنايا ديت 2 كيسان فرينه، يعني مغرفه صغيره تاع خماره كما راكم تشوفوا، مغرفه ونص تاع سكر، وديروا شويه ملح حسب الذوق، يعني نص مغرفه ولا شويه زيت كما راكم تشوفوا هنايا في الوصفه. يعني هذا يعني التجميد يعني المقادير تاعو يعني مضبوطه، ولكن التجميد يعني عينك ميزانك، يعني ماشي شرط. المهم 5 توجديه في رمشه عين يوجد. كما راكم تشوفوا هنايا ديري ماء دافي وتخلطي مع اللي راح الصيف والسخانه، يعني يخمر بالخف ويوجد لك بالخف، يعني ما في حتى تعقيدات. واذا كان عندكم يعني السانوج ولا كما نقولوا الحبه السوداء تنجموا تضيفوا لها، يعني على حسب الرغبه تاعكم. انا ما كاش عندي هنايا. شوفوا يا البنات تبقاو غير تخلطوها، يعني القوام تاعها لازم يكون تكون طريه وتتلصق في اليد، تكون طريه وتلصق في اليد، ولكن ماشي جاريه، ماشي جاريه يا البنات، تكون ماشي جاريه هكا باش الخبز تاعكم يطلع ويجي منفوخ. خاش عليه عنده اسراره تاني في الطياب. فوالا شوفوا البنات انا هنا غطيته وغادي نخليه ربع ساعه فقط، يعني سمعوا النصائح، ربع ساعه فقط. ومن بعد غادي نرجع لكم، يعني تخلوه غير قد ما يخمر شويه، يعني غير ماشي يتضاعف، غير يخمر شويه. وهنايا بعد ما تضاعف لي شوفوا يا البنات ديروا شمخ يدكم في الماء شويه وقعدوا غير تخبطوا فيها، يعني تخبطوا فيها حتى تلم لكم العجينه وتولي لكم كشغل بوله واحده، يعني بول واحده، يعني العجينه تولي لكم ملمومه. فوالا بهذه الطريقه، يعني ما فيش تعقيد. وهنا بعد ما تضاعف الحجم تاعو شوفوا لازم يطلع مع الصغاني يطلع لكم بالخف. جبت شويه زيت شويه سميد رقيق، وجبت هذا البلاطو يعني باش نطيق نجليسيه لداخل في الفوغ، باسكو لازم يكون الفوغ يكون حامي، وتكونوا مدخلين ديجا السنيوه تاعكم داخل الفوغ تحمى. فوالا لازم السنيوه تكون داخل الفوغ تحمى باش هكا ينجح لكم، يعني بالنسبه للمبتدئات واللي يعرفوا يعني ما شاء الله عليهم. فوالا شوفوا تحطوا لكم شويه زيت، يعني ديروا دي بول ترمضوهم، يعني تقرصوهم ترمضوهم في السميد كما راكم تشوفوا، يعني الفيديو راه معبر. فوالا حطيهم في السميد شويه. فوالا ولازم بابي كويسون يا البنات، لازم بابي كويسون في هذه الوصفه. فوالا حطيهم يعني باش ما يلصقلكش يا البنات. شوفوا لازم يتغطى مليح بالسميد من تحت. دوك تشوفوا نوريكم الطريقه ولا يعني لاستيوس باش ما باش كيخاش لا يلصق لكم، من يجي يطلع غادي ينتقب ويهبط لكم، غادي يهود. شوفوا عاودي البوله رفديها وعاودي حطيها في الطبسي يعني اللي فيه السميد. فوالا كما راني نوري لكم هنايا، وعاودي قرصيها، يعني لازم تكون مغلفه بالسميد مليح من تحت باش كي ينتفخ يعني ما يلصقلكش في البابي، يعني كي يطلع باسكو لا طلع ولصق يعني غادي ينحلك، يعني ينتقب وما غاديش ينتفخ لك. فوالا هذا السر من اسرارها، يعني باش الخبز يجيك منفوخ ويجيك يعني خيوط خيوط ويجيك طالع. فوالا ان شاء الله الفيديو راه مفهوم ومعبر. هنا ايام بعد ما كملت قرصتهم وكاع، يعني نغطيهم حوالي تخليهم يعني من 10 دقائق حتى لربع ساعه، يعني الحمان راه يطلع لك بالخف. المهم ما ديباسوش ربع ساعه. كما كنتوا تشوفوا هنا الفوق دخلت الفرن تاعي، يعني سبق للفيديو دخلت حميته وحمي من الفوق يا البنات، لازم الفوق يكون شاعل من الفوق. شوفوا من الفوق ودخلي السنيوات تاعك باش الخبز يطلع. فوالا ولا انا عندي الفرن تاعي يشعل من الفوق ومن التحت، الا ما كاش عندكم الفوق يشعل او ميم طون من الفوق ومن التحت، معليش شعلي غير من الفوق، طفي من التحت شعلي غير من الفوق، يعني طيبي الجهه الفوقانيه وعاودي من طيب لكم خرجيها وعاودي قلبيه وطيبيه من الجهه يعني التحتانيه، قلبيه وطيبيه من الجهه التحتانيه، بصح الفوق يكون شعلك غير من الفوق. بالنسبه اللي ما عندوش الفوق يشعل من الفوق ومن التحت. شوفوا كيفاش يخرج يا البنات مع طيبته، والله تقول المشري كيما تاع المحلات. والله ديري في دارك لهذا العيد لوليداتك وفرحيهم وفرحي عائلتك، والله غير شباب يا البنات. ها ولا شوفوا يعني يجي خفيف قطني. هما بعد ما كملتو شوفوا كيفاش يخرج. غادي نفتح معاكم حبه باش تشوفوها معايا كيفاش يجي الله عليه. فوالا يا البنات شوفوا معايا، يعني توجديه بالخف، يعني والله العظيم يشدش كاع الوقت. والله ما عندك، انا عندي بيت خامس ما درتوش، يعني غير بيدك وتخدميه، يعني تخبطي العجين تعاودي تخمريه يعني يخرج لك ولا اروع. شوفوا يا البنات كيفاش يخرج فارغ، يعني القشره الفوقانيه والتحتانيه يخرجوا في زوج طرايا، يعني كيف ماشي القشره الفوقانيه تخرج لكم قاصحه، لا في زوج يخرج لكم يعني طرايا، يعني القشره الفوقانيه والتحتانيه. شوفوا يخرج فارغ مليح السندويتشات مليح التغماس، يعني الجواز الدواره بوزلوف سيرتو في العيد، يعني يخرج ما شاء الله. ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم. وبمناسبه اليوم اللي رانا اليوم عرفه، ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ونقول لكم صحه عيدكم، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم وعلينا بالصحه والهنا ان شاء الله.
فوالا هاي اللي فتحت معكم حبه واحده اخرى تاني، يعني سي لا ميم شوز كيخرجوا لي كيف كيف. الحمد لله يا ربي على نعمتك، ونشكروه ونحمدوه، ونقول لكم لا عجبكم الفيديو يعني ما تنساوناش لايك والبارطاج، ونقول لكم بسلامه في فيديو مقبل ان شاء الله. سلام وصحه عيدكم، الى اللقاء فيديو مقبل. سلام.